ربنا ما يقطع لنا عاده لازم نخش الخياميه في رمضان، نشوف بقى الفوانيس الجديده والمفارش والحاجات الجديده اللي بتنزل كل سنه، ونشوف الاسعار اللي هي بيني وبينكم هتبقى اكيد ارخص من بره. وفرصه كمان اجازه نص السنه جايه تجيبوا ولادكم وتقضوا هنا يوم جميل، وتقضوا يوم بجد تحسسكم كده ان انتوا في رمضان بجد. واللي بيسالني بقى كل مره الدخله ازاي ومش عارفه ايه، في فيديو هتلاقوه عن الدخله من بره، لكن هقول لكم الدخله من جوه دلوقتي عامله ازاي. بصوا ده اخر شارع الغوريه اللي هتخشوه من شارع الازهر، تفضلوا ماشيين لغايه الحته دي. هنعلمها بايه؟ هنعلمها الجامع ده اهو. شايفين بقى الحته اللي هي مفترق الطرق دي؟ تعالوا، هي دي دخله الخياميه. انا هوريكم دلوقتي هنخش منين، بس اهي يلا ويلا بينا نبتدي. لغايه بقى ما نوصل للحته دي هنخش من الحته دي. كمان هنا في الناس اللي بتعمل القماشه دي ارخص من بره، وبينجدوا وكده يعني للي عايز. بكام بقى الاسعار؟ اجي هنا ما اجيش ليه؟ كل سنه وانتم طيبين. حسب المقاس ماشي. لو حد هيجي وهيفصل المتر مثلا من الخياميه اللي هي تتعمل قاعده ومخدات وكده، القاعده مقاسها كام؟ لا المتر يعني قول مثلا المتر القماش، المتر قماش بس كام؟ مصنوعيه ولا قماش؟ قماش. المتر ب 60 جنيه. كام؟ المتر ب 60 جنيه. حلو قوي. ولو هنفصله مثلا قول مثلا مخده زي اللي فوق دي اهي، يعني خداديه زي دي، لان دي يا جماعه بتنفع تقعدوا عليها قاعده عربي، وينفع مسند للظهر، بتنفع حاجات كتير. كام بقى لو هتتنجد وتبقى كده؟ 70 جنيه. 70 جنيه. حلو قوي. ده ديسكاور يعني. ايوه. وقماش الخياميه المتر ب 25 جنيه. انا اهو كنت واقفه هنا اهو جنب المحل ده اهو. نعم. صورتك طبعا. كل سنه وانتم طيبين. بصوا صوري معانا كل سنه، خلي بالك. ايوه ده بقالي كتير جدا، ده انا اللي افتتحت التصوير في الخياميه. صح بالظبط كده. او انت طيب. بصوا يا جماعه دي بقى اشكال جديده. انا اقول لكم بقى ايه الجديد هنا اهو. اهم دول الحاجات الجديده عن السنه اللي فاتت، ودي اهي دي الاشكال الجديده. انا عايزه اقول لكم حاجه، ان انا السنه اللي فاتت انا خدت منك دول. بصوا دول تحفه في الديكور، شكلهم حلو جدا. بكام بقى؟ 2 ب 80. 2 ب 80. ده تطريز في الجلد. وعندك الشريط الاثنين ب 70. الاثنين ب 70. تمام. حلو. كل الالوانات يا باشا كده 2 80، والشريط دوت 2 ب 70، والتطريز الابيض بتاعنا الاثنين ب 70. بص يا باشا، عندك كده يا باشا ده بص ده حلو قوي برضو 52 يا باشا. حلو. طب والعلاقات دي اللي مثلا اللي هي فيها دي يا باشا دي عامله 50. الفرع ده بقد ايه؟ دول يا باشا 35. 35. الصغير بتاعها 40. 40 45 40 45 45 35. اي حاجه عليها رمضان اشكال رمضانيه 45. 40. بس دول اللي جداد، هم دول بتوع يعني اول مره اشوف دول ودي واللي وراك دي. الصغيره ب 30. ب 100. تمام. عندي حاجه اكريليك كده. دي بكام؟ 100. تمام. دي شفناها بره. طيب بص الاطباق دي، الحاجات دي اطباق وديكور وكله ده. بص يا باشا دي لما الناس تخش يعني عندك تقدمي عليها التمر والفاكهه. بعد ما الناس تمشي ادي المسمار بتاعها اهو تتعلق، والعلاقه بتاعتها اهي تبقى ديكور معاك. بكام بقى دي؟ دي عامله 70. 70. والاطباق الصغننه دي؟ اي حاجه في الاطباق الصغيره 40. حلوين اي حاجه في التسالي ب 40. ودي ريشه 6 قطع. فكره حلوه الحاجات دي، ودي فكرتها حلوه قوي، يعني ممكن ديكور وممكن طبق 2 in 1. بص يا باشا الصغيره بتاعتها ب 40. اي حاجه في التسالي ب 40. النجمه دي عامله 200. وده الفانوس الكبير اللي عامل 200، والصغير بتاعه عامل 130. ده بينور الوانات صح؟ معروضين بره فوق. اللي هم دول يا جماعه اهو كده في الاول الخياميه. ما انتوا ماشيين بقى هتلاقوا اشكال حاجات مختلفه، حاجات جديده يعني زي المكرميه دي. بص كل سنه وانتم طيبين. دي بكام؟ 3 ب 450. الثلاثه ب 400. بيتباعوا على بعض مش لوحدها يعني. حلوه دي، انا دي لسه اول مره اشوفها دلوقتي.
ولا دي صينيه السناب ب 100. هو المحل هنا ليه اسم؟ لا بقى فانا بتكلم مع الراجل الجميل ده بعد المحل الاولاني اللي انا صورت فيه. بصوا دي عياشه صح؟ دي اول مره تتعمل، الاشكال دي مش خياميه. بكام بقى؟ 60 60 برضو 60. ودي 2 كوشن مكرميه 60 جنيه. حلوه قوي. ده مقاسها كام عشان نفهم؟ 40 في 40. حلوه واسعاره حلوه يا جماعه. بصوا هو انتوا اللي اكيد عمركم ما هتيجوا هنا وما تشتروش. سامعين؟ طول ما انتوا ماشيين بقى. ده كبير اهو. بصوا دي بكام؟ دي بكام يا حبيبي؟ 180 لوحدها؟ حلو. طيب ودول العرايس بكار وكده اشمعنى بسنت عشان بنت ولا ايه؟ ايه الذكوريه دي؟ ليه ما يبقاش العكس؟ بوجي طمطم مجتمع ذكوري. والعلاقات دي يا حبيبي بكام؟ يا 45 45 40 حلو. وده طبق ولا علاقه؟ اللي هو الفانوس بالفهلال حلو. ده بكام بقى؟ بصوا يا جماعه، بصوا التفاصيل كمان. اسمعوا كلامي، الخياميه ارخص من بره بكتير. وبصوا الحاجات دي بقى، انا غاويه الحاجات دي. بكام الحاجات دي؟ 20. 20 ده منك يعني ولا انت بتبيعها؟ انت بتبيعها عشان نعرف اذا كنت انت اللي بتبيعها نشتريها. انت بتبيعها؟ ماشي. بصوا يا جماعه الحاجات دي حلوه وبتدي بقى، وممكن بقى على الثلاجه في المطبخ كده يعني. لا بتتلج، بتحط على الحاجات على الثلاجه بس. على الثلاجه بس. على الثلاجه بس. بصوا البياع قمر. بصوا وبصوا العلاقه اللي بتلمع قوي دي بكام؟ اللي هي رمضان كريم ب 100. دي اكليريك دي ولا اكليريك؟ حلوه قوي. كل سنه وانتم طيبين. ايه ده؟ احنا اول مره نشوف الحاجات دي في قلب الخياميه. كنا بنشوفها في المعز. انا اول مره اشوفها في الخياميه. اول مره اشوف الحاجات دي مخصوصه في الخياميه. كل سنه، بس اول مره اشوف بقى الرصه دي. احنا عرضنا هنا بقى ونبص، احنا كنا بنبص كده المحل فوق جوه على القد. كل سنه وانتم طيبين. طيب تعالى بقى قول لي مثلا السبرتايه اللي ما بتروحش موضتها لاصحاب المزاج بقى بكام دي؟ الطقم ده عامل 450. ده كوبايتين وكنكه والصينيه والسبرتايه. صينيه صغيره. صينيه وسط. فيها كنكه كبيره، فيها سبرتايه، وفيها 3 كوبايات ازاز ومذهب يعني نحاس. حضرتك بتستعمليها كده لما بتيجي مثلا تعملي عليها كده بتعملوها في المناسبات بعد الفطار يا ربي. ايوه يعني دي تنفع كوبايه. دي الوسط بكام بقى؟ دي بكام؟ دي ب 550. يعني الوسط 550، دي 450 صغيره دي. والكبيره ب 650. والكبيره 650. طب الصينيه دي بكام؟ ب 300. دي 300. بصوا يا جماعه الصينيه دي تنفع حاجات كتير قوي. تقلبوا عليها بقى مقلوبه، حله محشي، كبسه وعليها فرخه كده يعني. بصوا الشوكه دي. اسال لكم على الشوكه السكاكين ولا ايه؟ دول بكام؟ دول عاملين 750. دول 6 و6 ولا ايه؟ دول ستات. ستات شوك ومعالق. بصوا يا جماعه هو تحفه. ده عملوه عشان خاطر بقى ايه؟ تحفه. اللي هي في الشنط اللي هي كانت بتبقى ب 6000 و 7000 جنيه، فهم خفوا وعملوه عشان ايه؟ والله والشنطه ما كانتش عمليه وكانت بتقع، ما حدش بيستخدمها يعني. البحر ما بيستعملهاش صح. فدي عملوه عمليه كده. بصوا يا جماعه انا عيني زايغه على ايه؟ تعالوا اوريكم. بصوا طبعا احنا دي المصفات بتاعتنا. لا بصوا لما بتبقى لونها ذهبي تحسوا على طول ان انتوا ناس اغنياء. بكام المصفى الذهبي؟ ده طقم. طقم بيتباع ب 450. 450. وده عشان الكيك بقى ولا تقلبوا حاجه ولا اي حاجه؟ ده ب 350. 350. لا حلو. احنا بنعمل عروض برضه ساعات يعني ما انت اكيد هتعمل عرض عشان رمضان برضه يعني. بنعمل عروض وبننزل كده حاجات وبنجيب الحاجات كده لو في فرصه ان احنا بنعمل عروض وحاجات بنجيبها رخيصه بنعمل عروض وبننزل.
لا حاجات حلوه جميله وربنا يبارك لك فيها يا رب وتكون فتحه خير باذن الله. الله يخليك. انا كنت واقفه هنا واهو الحاج ويعمل لكم تخفيض اكيد عشان رمضان يعني. كل سنه وانتم طيبين. يا صديقي ازيك عامل ايه؟ كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. 250 الترمس 250 والمسحرات 150 150 يعني كل العربيات 250 ما عدا التنوره والكنافه 350 المسحرات 150 دي بنبيعها ب 75. تمام. اللي هي الطقم تسالي. والمصنع كمان منزل ليه زي مسمار كده او صاموله عشان لو اتعلق. في ناس كتير اهو الكيس بتاعه مثلا اهو محطوط فيه مسمار او صاموله عشان يتعلق من ورا. بالظبط كده. يبقى نوع من انواع انه بيتحط فيه تسالي 2 in 1 ايوه بالظبط كده. والطبق ده الطبق دوت عامل 35 عندنا. تمام. ده في هناك ده طقم تسالي وده برضه 35 وده 35 واللي هناك الريشه 35. كل دول يعني. والصينيه الحلوه دي كمان نفس السعر برضه 35. والصينيه ديت عامله 70. عامله 70 بس تقيله محمله مش صينيه ضعيفه بلاستيك يعني، لا دي تقيله محمله. دي بقى عندنا احنا والمفارش دي المفارش احنا في عندنا حاجه ب 75 ده وفي عندنا حاجه ب 80 وفي عندنا حاجه ب 100 و 120 كل حاجه من 75 ل 120. الله ينور عليك. ده مقاسه كام بقى؟ ده بيبقى متر ونص. متر ونص. دار بديع حضرتك متعوده الحمد لله تيجي كل سنه وتصوري فيه، بس احنا متميزين في ايه؟ احنا متميزين في كل العربيات والاشكال اللي ليها علاقه برمضان وفرحه رمضان زي مدفع رمضان بالشخص اللي عليه. العربيات بالخياميه ما بموضتها ما بتروحش. بالظبط. وكمان بتدي فرحه وبتدي بهجه كبيره جدا زي عربيه الكنافه بالشكل ده كده. زائد ان هي ليها فيشه والموتور بتاعها بيلف كمان وبيدي شكل حلو قوي. في حاجات بقى اشكال كتير منها زي عربيه الحنطور وزي عربيه الحنطور دي جديده بقى انا ما شفتهاش. دي اول مره اشوفها. في زباين كتير بقى ابتدوا يجيبوا كيس فوانيس ويحطوه فيه كده ما هو حنطور بقى ونزوقه على مزاجنا. طبعا فبقى شكلها جميل جدا. طيب والمفرش ده؟ المفارش احنا عندنا الطارات ديت الثلاث طارات عاملين 150 جنيه. عندنا مسحراتي برضه عاملين 150. مسحراتي ده انتيكا وبينور. وعندنا مفرش زي دوت. المفارش عندنا الالوان بتبدا من 175 175 200 225 برضه زي ما قلت كل حاجه على حسب شغلها. يعني في حاجات فيها ذهبي في حاجات فيها ذهبي. لا بس ده شغله باين يعني. بصوا يا جماعه انا هقرب لكم. بصوا معلش زائد الخام دي كده من 15 جنيه مثلا. وفي 2 مخدتين عندنا ب 60 وفي مخدتين ب 70. بكام بقى مثلا الفرد دي؟ الحاجه زي كده بتبقى عامله 75 المخدتين مع بعض. في حاجه ذهبي زي ده بتبقى عامله 80. دي بقى عندنا حاجات زي كده بتبدا مثلا من كلهم مقاس ستاندر واحد يعني. كله ستاندر كام بقى؟ أيوة كام؟ بتبقى 45 في 45 45 في 45. ده بقى الخياميه. ده خياميه يا جماعه. ده بصوا هي دي الخياميه الحقيقيه بالظبط كده. ده اليدوي نفس اللي انا بقعد اعمله في اللوحات. وطبعا اسعاره مختلف. لا الحمد لله اسعارنا متناول الجميع يعني. بس هتبقى مختلفه عشان يبقوا مش عارفين ان هي نفس الاسعار اللي يعني بكام يعني مثلا ب 500 جنيه مثلا حاجه زي كده 600 جنيه حاجه زي العصير. حلو قوي. كلها حاجات قريبه يعني مش الهاند ميد يا جماعه سعره في الايد اللي اشتغلت. بالظبط. زي ما انا ما بقعد مثلا اعمل الشغل دوت بقعد اعمله على التوتي باك. فلما بقعد اعمله على التوتي باك بيبقى شكلها كده. يعني طول ما انا قاعد بعمل مفيش علم مصر خفيف كده. لا طبعا في علم مصر بس متباع. هو عشان بصوا بقى بصوا دي الطباعه بتاعتها طباعه ترانسفير. طباعه زي اللي على التيشيرت ما بتطلعش. زائد ان فيهم برضو كتير قوي من الهاند ميد اللي هو زي ده اللي هو خياميه ظهر لون فرحه رمضان. خصوصا ان احنا ممكن نعمل كلمه زي دي كده مثلا عليها اهلا رمضان كان يعني رمضان بكام بقى؟ بنعمل حاجات زي كده. انا ببيعها زي المخده العاديه ببيعها ب 75 جنيه يعني. هي مش غاليه هي هاند ميد ومش غاليه يعني. بصوا عين حورس جميله ازاي. وفي الصوفي لا واخده الجو برضو يعني. لا معلش الحاجات العاديه بقى اللي هي بتاعت الاستخدام والاستهلاك بقى. اتكلم بقى عن المشمع لان المشمع لا ايه ده الشغل ده جديد جدا. بصوا لا ثواني يا جماعه ده ايه ده؟ بصوا ده بلاستيك ده طبعا بلاستيك. ده مشمع حراري. بيتحط عليه حاجه سخنه من على النار تنزل عليه. بصوا الجمال. في الاشكال طبعا ده في اشكال كتير جدا منه. انا بص حضرتك ده بص حضرتك ده عامل ازاي. غير بقى اللي انا ماسكهم في ايديا كمان الالوان اللي هي السيلفر دي جامده جدا. في بقى اشكال كتير من بتاعه رمضان ده بكام بقى؟ عليها رسومات. لا دول ده بكام ده؟ ده احنا بنبيعه ب 110
المتر بالظبط. بس بتاع رمضان زي ما هو ب 45 جنيه نفس السعر اللي السوق كله العادي، اللي هو العادي اللي هو المتعودين عليه، اللي هي بتاعته اللي هم مثلا في حدود 500 مثلا. مش غالي قوي يعني، واللي جنبها برده 500 يعني، حاجات مش اسعارها يعني. روح تانية وشغل تاني عالي. وعايزه اقول لكم على حاجه، هي سيبكم بقى من حاجه رمضان، هم طول السنه موجودين بالشغل ده بالظبط. ما انا عايز اعرف كمان ان الاسعار اللي انا بعد رمضان، استنى بقى، بعد رمضان بتبيعوا ايه؟ بعد رمضان بشتغل انا يدوي زي ما انا بقى بعمل لوحات وبشتغل على الشنط بس، ولا بيبقى فيه مثلا حاجات ديكور للبيت ولا اي حاجه؟ بيبقى فيه طبعا مفارش كتير وانواع كتير، وفي توتي باك اللي احنا مميزين برضو بيها. انا كنت هنا اهو بديع اهو، مفارش بقى وعلاقات وحاجات، هتلاقوا الاسعار كلها متقاربه. وتاني كل واحد بقى وشطارته، كل واحد واللي يعرف يجيبه، كل واحد واللي يعرف يفاصل فيه. يعني مثلا ده اهو اللي هو رمضان كريم ده، والفوانيس حلو، والشموع اللي هو التركواز ده 290 يعني اسعار متقاربه برضه. واللي هو الخياميه الصغنن ده بعمل 170. بصوا عنده اشكال حلوه. بصوا الابيض ده جميل ده، بصوا ده شكله حلو قوي يعني. كل سنه وانت طيبه حبيبتي، كل سنه وانت طيبه، احسك في الدنيا يا حبيبتي، الله يخليك. كده اهي اهو، طبعا الاسعار كلها متقاربه في كل اللي اتقال، بس يعني ده اكيد مثلا سعره غير اللي احنا سمعناهم دلوقتي. الحاجه بيبقى عندها حاجات شويه مختلفه ليها زبونها يعني. 170. واللي تعالى طب ماشي بس. وده كام؟ نفس السعر. ده قد ايه ده؟ تعالى 170. بصوا المنظر يا جماعه. معنا فرش. بصوا من قريب اهي. انا دايما كنت باجي اصور هنا اهو، اللي هو تحت باب زويلة على طول، تحت القبه يعني. شمع هنا ارخص من كل المولات اللي احنا بنجيب منها وكل الاشكال، هو غالبا بيجوا ياخدوا منهم. فانتوا عشان بس تبقوا عارفين ان الشمع ده موجود هنا كمان للناس اللي بتحب الشمع والشموع العاديه طبعا، وشموع تخص رمضان، كل الاشكال يعني. بصوا دي جديده، دي اول مره اشوفها. بصوا بقى يا جماعه، الناس اللي بتبقى جايه وعايزه تروح كمان تحت الرابع. تحت الرابع ده في اشهر فوانيس معدن اللي هي الجميله بتاعتنا بتاعت زمان، وهنخشه دلوقتي. بس حبيت اقول لكم ان احنا بنبقى جايين ازاي. ماشي اهو، بيبقى باب زويلة اهو، البوابه اهي، وباجي انا اقف اهو بظهري، بقف بظهري واروح داخله يمين. بصوا بقى، ده كان جزء من الخياميه. كده بقى بقيه الخياميه هنخش برضو 75. والحاجات دي 25 يا جماعه الواحده. بصوا الاشكال. فين؟ بصوا يا جماعه، انا اول ما طلعت من بوابه باب زويلة عديت الشارع، هو اول واحد على اليمين امام باب زويلة. حلو قوي يا جماعه. هو والله الكاميرا ظلماه، هو افخم من كده بجد. ده بكام يعني؟ ده مثلا بكام؟ ده عامل 1200. لا يستاهل. لا يستاهل. لا يستاهل. ودي كبيره دي صح؟ لا يا جماعه يعني ده شغل فاخر من الاخر. عشان بس ما نرغيش مع بعض كتير. ده بكام؟ دي 1100. 1100. بص التمريه دي. اتفضلوا بقى. والله بصوا يا جماعه، تمريه يا جماعه لحد خالص والله. دي للقهوه العربي والحاجات. بص دي دي بكام دي؟ دي عامله 1000. بصوا دي كمان والله شكلها حلو جدا. 300 جنيه وشكلها حلو، شكلها فخم في الحقيقه يعني.
وبصوا الحاجات دي اهي. عندنا مثلا طقم زي ده مع بعض. ده مرايه؟ 750. ده مرايه. مرايه عامل 750. عندنا حاجه زي كده. ده برضه طقم. بصوا يا جماعه، هي الغالي وال 450 بجد. الفينش بتاعه نظيف. لا عامله 600 جنيه. حلو قوي، حلو قوي. الصغير بتاعها عامل 450. حلو قوي. الفانوس ده بكام؟ الفانوس ده مستورد، ده ستانلس ستيل عشان برضه متابعينك يبقوا عارفين. ده ستانلس ستيل مطلي نحاس. خدت بالك؟ هيبقى عامل 4000. هو حلو جدا بس عايز اماكن معينه. طبعا يعني خلي بالكوا عشان ده حجم كبير يعني مش حجم صغير. تحفه تحفه. اللمبه من تحت ده عامل 1700. والله انا كنت فاكراها هيقول اكتر من كده، لان بصوا في هنا استرسات. بصوا 1700. لا جميل. لما بينور كمان بيبقى تحفه. برضه ستانلس ستيل خطير خطير خطير. بكام ده؟ ده عامل 4200. بصوا يا جماعه، الحاجات دي عايزه محلات كبيره، حد عنده بيت واسع، جنينه كده. ده بيت عادي. ده 1800. تحفه تحفه. ازاز مهما يقع ما يتكسرش. لا جامد. هي الفوانيس حلوه. بكام ده مثلا؟ ده 1100. التلفزيون ده بكام؟ ايه ده؟ الله. بكام التليفون ده؟ تحف. التليفون ده عامل 1700. والتلفزيون؟ التلفزيون عامل 2200. والكبير بتاعه بصي انا عايز اوريك. بصي الكبير يا جماعه. لا استنى تعالى. اذنك انا عايزك تشيليه بس عشان تقولي للمتابعين. لا 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 انا ما قدرتش اشيله يا جماعه. يعني اللقطه دي اللي فاتتكم انا مش عارفه ما عرفتش اشيله بجد والله. ايوه عشان بس لما تلاقوا حاجه فرق مثلا 10 اضعاف وفاهمين في ايه. ده ايه ده؟ لا ده ايه ده بجد تقيل بجد والله. لا مش هعرف. لا مش هعرف بجد. خبر ابيض. بصي القطر ده. امسكي برضه القطر. لا يا جماعه لا لا. ده طبعا بينور، والبرونز ده كله بيبقى كتير. وفي 7 اغاني رمضان بيغني. لا خطير. انا كنت واقفه مع الراجل ده. انا كنت واقفه مع الراجل. اسمك ايه بقى؟ اسمي محمد. اللي هيجي استاذه اماني عبد العزيز دي 10% خلاص. لا يا جماعه والله تعالوا. كل بقى المفارش والحاجات اللي احنا شفناها بره هتلاقوها مكرره جوه. طبعا كل حاجه في الدرب الاحمر وفي الخياميه يا باشا. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. بس بتختلف بقى الاسعار وكل واحد بقى ايه وشطارته برضو. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب يا حاج. الحمد لله. الستاير بكام؟ طب ماشي يا حاج اللي انت عايزه. فعلا ناخدهم واحده واحده مش مره واحده. الناس مش مستحمله حاجه وربنا. من 35 لغايه 75. ده ال 35 كام متر؟ 2 متر ونص وفي 3 متر. 2 ونص و3 متر. حلو قوي. بكمل فيها رمضان كريم دي. بصوا يا جماعه معلش حاجه احط ايدي بس. بصوا الاشكال اهي. بصوا. دي اللي هم متعلقين هناك يا جماعه، وهي دي الاسعار اللي هو بيقولوا عليها. اخر الصف. اخر الصفين دول ايه؟ اخر الصفين. ما هو قال لي من 35 75 وده كده صح؟ ايوه يا عم. الفانوس بقى بكام يا حاج؟ الالوان. الاصفر عامل 175. لا تعالى بقى. انت بتقول ايه؟ الكبير عامل كام؟ الكبير الالوان عامل 200. الصغير بتاعه الالوان 175. ورمضان كريم؟ رمضان كريم عامله 80. حلو قوي. حاجه مستورده مش اللي هي مصر. ايوه اوكي. ده كام؟ طب ماشي معلش يعني. ده عامل 185. كم متر؟ 3. الستاير عامه 3 متر. عشان في ناس بتقول 4 و5 و5. لا ما بصدقهمش. ايوه فاهمه صح. هو في ضلال في الكلام. صح. زي الفرع برضو اللي هم بيقولوا عليه 10 متر ده 8 متر. ما فيش حاجه جبتها 10 متر خالص. انا بقول عليها في 10 متر منه. في بس حاجات ثانيه. استاذه ده ال 10 متر 10 متر ونفرده قدام الناس كلها. وده العدسه كبيره. ده كام بقى؟ ده عامل 90. 90. ده الوانات. ده الوانات.
طب واللي مش الوانات؟ مش لازم. في بقى اللي هو ال 8 متر عامل 50. حلو قوي، حلو قوي يا جماعه. ده بيقولوا ايه؟ ده بيقولوا عليه ال 10 متر. ايوه، هي مش 10 متر. اللي يقول 10 متر ده يفوت قدام الناس. مش هيفوت. المنظر اللي يخوف ده. انا بعملها عموله. دي في حاجه منها عامله 5.5 تنزوم 2. تمام. عامله 850 وعشان القناه هنعملها 800. ماشي. والثانيه عامله 5 متر ونص في نزول 4. دي عامله 1750. دي هننزلها 1700. انا عايزه اوريكم حاجه عشان احنا بنشوف ستاير كتير وانا عارفه لكن دي معموله. لا انا عايزه اوريكم بقى حاجه مهمه. ثواني، عايزه اوريكم الخامه من قريب. ليه؟ لان انا كنت فاكره ان انا ماسكه حاجه زي القماش. هي مش حاجه زي القماش. بصوا بصوا، هي دي ستاره جديده. انا اول مره اشوف المنظر ده انا شخصيا، يعني ممكن يكون حد غيركم شافها يقول عادي. شكرا، كل سنه وانتم طيبين. المحل اهو يا جماعه. خلي بالك عشان اللي يجي يسال عليا. نخش بقى. كل ده احنا لسه يعني بصوا المفاجاه. يعني كل اللي احنا شفناه ده لسه ما دخلناش الخياميه. ده المفروض من اول هنا شارع الخياميه. لا ما تخافيش. بصوا طبعا بقى كل ده خلاص بقى مقرر عشان نلحق كمان نروح ايه تحت الرابعه. بصوا كل ده، يعني احنا لو قعدنا نمشي لغايه بكره مش هنكفي فيديو ولا 2. اتمنى بس تكونوا انتوا عرفتوا الاجواء وتنزلوا، هاتوا ولادكم وانزلوا تفسحوا يا جماعه. وكل سنه وانتم طيبين وعقبال كل مره.